هاي، انا وصال. في حلقه النهارده هتكلم معاكم عن مرحله ما بعد الثانويه. خلصتي ثانوي، نتيجه طلعت، داخله الجامعه، داخله حياه جديده. تعالي اقولك ايه هي الحاجات اللي المفروض تاخدي بالك منها، الحاجات اللي تعمليها قبل ما تبداي اهم مرحله في حياتك، وما تقعيش في الاخطاء اللي ناس كتيره قبلك وقعوا فيها. اول حاجه، اول ما هتخشي الجامعه، اول حاجه بتحصل لنا كلنا، سواء دخلتي الكليه اللي بتحبيها مش بتحبيها، معاكي صحابك مش معاكي صحابك، اول ما هتخشي باب الجامعه هتتعرفي على شله. الشله دي مش هتكمل معاكي، ان مش دايما اول ناس بنقابلهم في حياتنا هم دول اللي هيكملوا معاكي. الناس دول هتتحكي معاهم، ممكن بالغلط تفتحي لهم قلبك وتفتكري ان هم ناس تحفه مفيش منهم اتنين، بس صدقيني مش هم دول الناس الصح اللي هتكملي معاهم، الا لو كانت تجربتك استثنائيه فعلا والناس دول كويسين. بس خليني اقولك ان عاده اللمه الكتير اللي بتيجي مره واحده بتختفي مره واحده وبتختفي بسرعه. فايه نصايحي ليكي لو قابلتي الحاجه دي؟ اول حاجه، ما تفتحيش قلبك بسهوله لاي حد، حتى لو البنات دي وريتك قد ايه هي بتحبك وقد ايه بيشاركوكي في الزعل والفرح. بليز في الاول ما تشاركيهمش اي حاجه غير لما يحصل بينك وبينهم مواقف تكتشفي منها ان هم دول الصحاب الصح، ولو حصل المواقف دي برضو خدي حذرك. رقم 2، مش اول واحد يجي يقولك بحبك يبقى هو ده اللي هيكمل معاكي او هو ده اللي بيحبك بجد. خليكي عارفه ان انتي لسه سنك صغير، لسه قدامك حاجات كتيره قوي عايزه تعمليها، واللي قدامك ده هو كمان سنه صغير ومخه صغير، وقدامه سنين كتير قوي على ما يتخرج، وقدامه جيش، ولسه هيدور على شغل. وحتى لو كل ده متوفر، الشخص ده ممكن يتغير في اي لحظه. ما تخسريش قلبك ونفسيتك وانتي لسه في اهم مرحله في حياتك، ارجوكي حافظي عليهم. رقم 3، خدي بالك قوي قوي من الناس اللي حواليكي في مرحله الجامعه والناس اللي بتصاحبيهم. هيظهر في حياتك واحده بتظهر انها بتحبك، وقدام الناس بتقلل منك او من شكلك او من كلامك او من هزارك، او بتقلل من اي حاجه فيكي باي شكل من الاشكال. ابعدي عنها، ابعدي عنها من غير ما تقولي لها ولا كلمه. الشخص ده ممكن يديكي درس حياتك معنى الكلمه، والكلام ده عن تجارب ناس كتيره قوي. رقم 2، صاحبة الكل. صاحبة الكل دي هتلاقيها في وشك حاجة وفي ظهرك حاجة تانية خالص، ونفس الكلام مع غيرها وغيرها وغيرها. هتلاقيها بتحاول تكسب بونت على حسابك وعلى حساب دي وحساب دي وده وده وده، ممكن توريكي وش ندالة مش طبيعي على حساب مصلحتها. والبنت الجميلة الكيوت اللي بتضحك معاكي دي هتشوفي منها حاجات عمرك في حياتك ما شفتيها قبل كده. عشان كده لو لاحظتي ان في واحدة بتقعد معاكي بتتكلم على واحدة تانية بطريقة مش كويسة، قدامها بتعمل ان هي بتحبها كيوت والكلام ده، اهربي اهربي من غير ما تقولي ولا كلمه. رقم 3، ودي بقى انا قابلتها بنفسي، دي بصي تبقى صعبه قوي حد يكتشفها، يعني بتبقى شخصيه كده اوحش منهم كلهم. البنت دي كوين الامتيازات، يعني بتبقى طول السنه بتقولك ان هي ما بتذاكرش وهتسقط، وبتخرج من كل امتحان بتقولك هتسقط وان هي جايبه صفر. يعني هي بتقولش مثلا هجيب، مش هسقط، انا صفر، بتقول كده انا هجيب صفر. كل ده ما يضايقكيش في حاجه ولا ده كان بيضايقني في حاجه، بس الطاقه اللي هي بتبثها لك انه الدنيا صعبه والامتحانات وحشه وان انا مش بذاكر وان انا ضايعه، الطاقه دي هتاثر عليكي انت وعلى مستقبلك انت. يعني انت هتكوني ماشيه في طريقك وماشيه في دراستك، حتى لو انت مقتنعه بمستواك الدراسي، سواء انت مثلا متوسطه، انت شاطره، انت نص نص وبتعافري، هتلاقي البنت دي بتديكي طاقه. يعني لو انت مثلا متوسطه هتلاقي نفسك تحت، لو انت شاطره هتلاقي نفسك نزلتي، وهي بتلاقيها جايبه بال15 امتياز في الترم. فارجوكي الشخصيه دي ابعدي عنها خالص، ابعدي عنها. يعني انا كوصال لما كنت في الجامعه، لما كنت بذاكر قوي او مثلا بشوف حاجه صعبه بقول عنها صعبه مش ماشيه معايا مش سالكه، بس هعمل ايه؟ ما بقولش انا هسقط، ما بقولش هجيب صفر، ما بقدرش البلا قبل وقوعه، لاني عمري ما حبيت اكون الشخصيه دي ابدا، ولا حبيت ان اكون بعمل حاجه وبظهر عكسها قدام الناس. ده لو انا شاطره جدا وخلاص تمام وضامنه الماده دي في جيبي وحاسه ان انا هخرج مقفلاها، ما بحاولش اخزي العين، بسكت خالص. امتحان لا كويس، امتحان صعب في نقط صعبه، كويس كويس، ما بتكلمش كتير، ما بقولش انا شاطره قوي، انا الماده دي سهله بالنسبه لي، انا مفيش مني، انا محدش بيذاكر زيي، انا دحيحه، ما بقولش الكلام ده. ولا بخرج من الامتحان احاول اخزي العين عني او اعمل الجو يعني بطل قوي يعني. ومعروف من 2016 انك تخشي امتحان انا هسقط هنجيب صفر في الاخر تجيب امتياز، محدش مهتم بجد، محدش مهتم. طلعتي الاولى على الجمهوريه، طلعتي الاولى على العالم، طلعتي الاولى على الكون كله، ماذا بعد؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. الفيديو ده يعني الشخص اللي كان بيقول كده كان بيقول كده في السنه بتاعت الثانويه العامه بتاعتي، ففعلا انا كل ما يحصل موقف زي كده تيجي في مخي الجمله دي،
طلعتي الاولى على الجمهوريه، طلعتي الاولى على العالم، ماذا بعد؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، محدش مهتم. الحياه ماشيه كده او كده، مش هتقف، مش هتتعطل. فالشخصيه دي ابعدي عنها. الشخصيه اللي بعد كده، ودي اتمنى محدش في الدنيا يقابلها، اللي بتحاول تقرب منك علشان تجامل صاحبها. هقولك ازاي. هي مثلا في ولد هي مصاحباه، صديقها يعني، بيست فريند وات ايفر، الولد ده معجب بيكي، تحاول بقى تقرب منك وتعمل لطيفه ولذيذه عشان تعرف اخبار عنك، تمهد لك الدنيا ان هو عايز يكلمك ويقرب منك، تخرجوا بقى مع بعض وتقعدوا سوا وهي تكون حلقه الوصل بينكم وتوفق راسين في الحلال. ابعدي عنها، ابعدي عنها. ما تسالنيش ليه، لان لو نفترض ان انت يعني اتس ايزي بالنسبه لك وان انت هتكملي في الموضوع ده وهتكلمي الشخص ده وكده، دي هتبقى عقدة حياتك، يعني دي هتبقى ضرتك، يعني دي هتبقى بمثابة ضرتك كده، يعني واللي الناس كلها ما عرفوش يأذوكي فيه هي هتأذيكي فيه. ما تسألينيش ازاي. حاجة بقى مني ليكي، حاولي طول الوقت تكوني شيك على قد ما تقدري، بس من غير شو. مش لازم تكوني ماسكه اجمد موبايل ولا لابسه احسن لبس ولا عامله حاجات سطحيه كتير تبين ان انت من بره واو وانت من جوه مثلا فاضيه او كده. حاولي على قد ما تقدري تهتمي بمظهرك بشكل معقول، مش شكل مبالغ فيه، وفي نفس الوقت ما تركزيش على السطحيات. مش كل حاجه الشكل الخارجي، بس لنفسك انت ولثقتك انت حاولي تكوني شيك على قد ما تقدري. وده مش بكتر الفلوس او بنوع تليفون معين او وات ايفر، ده حاجه انت بتختاريها بنفسك، ومن ابسط الحاجات تقدري تكوني انت اكتر واحده ظاهره وبتلمع في وسط الناس كلها. الشخصيه الخامسه او الرابعه تقريبا، البنت بتاعت مصلحتها. البنت دي مش هتظهر لك غير وقت ما تكون عايزه منك حاجه، عايزه منك ورق، عايزه منك مساعده، تدخلي معاها مشروع، تحضري لها، ايا كان نوع الحاجه البنت دي هتحتاجك فيها، تلاقيها بعد كده ما تعرفكيش. انا هنا مش بقول على البنات اللي ممكن تقربي منهم يبقى في بينكم حاجات متبادله زي كده اللي هو تساعدوا بعض، اتس اوكي، بس في واحده هتلاقيها بتظهر وقت ما تكون عايزه منك حاجه وبعد كده مش هتلاقي لها اي وجود. دي ابعدي عنها، دي اعملي لها بلوك. دي كده اول ما رقمها يظهر عندك اعملي له بلوك على طول، ما تسالنيش. خامس حاجه، الدراما كوينز. الدراما كوينز دول لو دخلتي معاهم او صاحبتي شله منهم او واحده منهم، حياتها كلها مشاكل، حياتها كلها حوارات، هي محور الكون، كل يوم قصه، كل يوم دموع، كل يوم خناقه، كل يوم حكايه جديده. هي هتبقى مسليه شويه في الاول، بس لو دخلتي دايرتها زياده عن اللزوم صدقيني كل المشاكل اللي في حياتها هتبقى في حياتك انت، وهتورطك في حاجات انت كنتي في غنى عنها. لو قابلتي الشخصيه دي في حياتك ابعدي. سادس نوع، اللي شايفه نفسها فوق كل الناس، شايفه ان مفيش زيها في الدنيا، فاكره نفسها احسن من الناس كلها، سواء بقى عشان مستوى او شكل او درجات، ايا كان هي بتشوف نفسها اعلى من كل دول. هتلاقي البنت دي دايما عايشه في دايره مقارنه وبتكره اي حد بيكون احسن منها او على نفس المستوى زيها، سواء في الشكل او في الشطاره او في الدرجات او وات ايفر. فحاولي تبعدي عن البنت دي، لان الشخصيات اللي زي كده ممكن تاذي، مش شرط اذيه ضخمه او كده بس ممكن تضايق، فابعدي عنها. وحاولي ما تخشيش معاها في مقارنه، وتكوني دايما هاديه وعندك ثبات انفعالي قدامها، لان شخصيه زي كده بتعرف تستفز اللي قدامها كويس قوي. فلو قابلتيها غصب عنك صدفه ابعدي عنها خالص وما تحاوليش تقربي منها. الناس اللي في حالها، اللي جايه تذاكر وتتخرج وبس، الناس دي ناس مركزه في مستقبلها. انت ممكن تحسي ان هم مش اجتماعيين او رخمين، بس الناس دي مش بتأذي حد ولا بتضايق حد، وناس منظمه وعارفه هي عايزه ايه كويس. لو قربتي من حد منهم هتتعلمي ازاي يكون في انضباط في حياتك وهتستفيدي منهم اكيد، لان هم بيبقوا منظمين حياتهم ومش جايين الجامعه لاي اغراض ممكن تكون. اخر نوع بقى دول اهم ناس، اللي بيبقوا شبهك جدا في كل حاجه، كل حاجه. دول بقى هم الكنز الحقيقي. وخليني اقول لك حاجه، مش دايما هتلاقي الناس دول في اول سنه او اول سنتين في الجامعه. الناس دول ممكن تلاقيهم في اخر ترم في سنه رابعه، ممكن تلاقيهم في سنه ثالثه، ممكن تقابليهم صدفه في محاضره ويكونوا اصلا ما بيحضروش طول السنه، بس يسيبوا لك بصمه او موقف يفضل معلم معاكي لحد ما تتخرجي. هم دول الناس اللي تتمسكي بيهم بجد. والناس دول مش بيبقوا كتير، وممكن يبقوا 2 أو 3 او حتى واحده بالكتير قوي. الناس دي بتعرفي ازاي ان هم شبهك؟ بيبقوا نفس تربيتك، نفس تفكيرك، مش محتاجه تبذلي مجهود وانتي بتتعاملي معاهم، بتحسي ان انتي مفهومه وهم فاهمينك وانتي فاهماهم، بيحترموكي جامد جدا وعارفين هم عايزين ايه. ووقت ما بتكوني محتاجه مساعده بيقدموا لك المساعده دي باكتر من شكل، بيحاولوا يقربوا منك وبيحاولوا يساعدوكي من غير اي مقابل. بتلاقيهم بيعملوا كده عشان هم بيحبوكي لذاتك من غير اي حاجه. الناس دول اتمسكي بيهم ما تبعديش عنهم، لان دول اللي هيكملوا معاكي لحد بعد الجامعه، وممكن يبقوا صحاب العمر. بس لو لا قدر الله ما لقيتيش الناس دول في الجامعه او خرجتي من الجامعه من غير صحاب خالص، عادي جدا، عادي جدا جدا جدا.
يعني 95% من الناس اللي دخلوا واتخرجوا من الجامعه مفيش حد من معارف الجامعه اصلا صاحبهم لحد دلوقتي او في علاقه بينهم، لان الجامعه مش مكان اجتماعي قوي تكوني منه صحاب، لان بيبقى فيه جاي منه ناس من كل الاشكال والانواع، مش دايما هتلاقي اللي شبهك، بس احتمال كبير قوي تلاقيه، ولو ما حصلش ده عادي جدا. خليكي عامله توازن بان انت تنبسطي وان انت تحافظي على سلامك الداخلي، وفي نفس الوقت هدفك الاساسي ورا الجامعه ان انت تاخدي شهاده بدرجات كويسه عشان تقدري تفيدي نفسك بيها في المستقبل، عشان تقدري تعملي حاجه لنفسك. حتى لو انت مش بتحبي الكليه دي انت تقدري تتعلمي حاجه تانية، تقدري تلاقي نفسك في حاجه تانية. بس الطريق الوحيد عشان تكتشفي نفسك وتعرفي انت عايزه ايه ومستقره على ايه ان انت تختاري الدايره الصح اللي هتكملي معاها، ولو ما لقيتيهاش اتس توتالي فاين، مفيش اي مشاكل. مش معنى ان الدايره الصح مش موجوده ان اروح للدايره الغلط. اكون لوحدي احسن اكون مع الناس الغلط. لوحدي او ناس صح، ناس غلط لا، مرفوض، نو واي، تعمليش كده. حاجه بقى نصيحه اخيره ليا، لو قدرتي في فتره الجامعه تشتغلي وتحققي جزء من الاستقلال المادي مش كنوع من الضغط عليكي، بس عشان تحسي بقيمتك بدري، لان ده هيأثر في ثقتك في نفسك بعدين. تلاقي نفسك عامله حاجات ناس كتيره قوي اكبر منك مش عاملينها ومش واصلين، متعلمه حاجات ناس كتيره كبيره لسه ما عرفتهاش، ده مفيد ليكي. عرفتي في نفس الوقت تهتمي بصحتك، تروحي الجيم، تهتمي بشكل جسمك، تهتمي بشعرك، ببشرتك، بستايل لبسك، عرفتي تعملي كده تمام، يعني حتى لو بنسبه صغيره جو اهد واعملي كده على طول. ان انت لما تيجي تتخرجي على سن ال 21 22 23 وات ايفر اللي هتخرجي فيه، انا كوصال اتخرجت 21 سنه، ناس بتتخرج 23، بس انا عشان داخله المدرسه كنت صغيره جدا. السن اللي انت هتتخرجي فيه لو انت قدرتي تبقي ناجحه في دراستك ومحققه استقلال مادي وعندك خبره في حاجه وشكلك حلو وستايلك حلو وقطعه شوط كبير قوي المفروض تبدايه بعد ما تتخرجي، صدقيني هيفيدك قوي في حياتك وهيأثر عليكي مسافات طويله قوي قوي قوي. ويا رب كل الناس تبقى مبسوطه في الجامعه وكل الناس تحقق اللي بتتمناه، وكل ما دخلش حاجه نفسه فيها ربنا يعوضه بحاجات احسن منها بكتير، والثانويه العامه مش نهايه الدنيا. بس كده دي كانت حلقه النهارده، نوني الحلقه الجايه معاكم موضوع حلو قوي. بس انا خلصت، باي.